كنت عايز ارد بس على الصورة دي. بص، هحط لك صورة. ده عدد البطولات الفرق اللي ما بين الاهلي والزمالك، هتلاقيه فرق شاسع. تمام. انا لو بتجامل تحكيميا، مش يعني على الاقل هيبقى في منافسة ما بيني وما بين الاهلي. لو انت بتقول ان انت بتكسب فعلا، بتكسب بمجهودك ما بتتجاملش. تمام. على العكس ان الزمالك هو اللي بيتجامل، كان على الاقل هيبقى في منافسة ما بيني وما بينك في عدد البطولات. انما الصورة دي والحقيقي ان احنا ما بين الاهلي والزمالك في فرق شاسع في البطولات، في عدد البطولات. ما تجيش تقول ان في مجاملة تحكيمية للزمالك. لا يا كابتن، انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت مين اللي انت مصدق نفسك وانت بتقول الكلام ده؟ يعني بناء على ايه انت قلت كده اصلا؟ ممكن يكون في غلطة اتنين يا عم، مجاملة همشيها لك بدل الغلطة، بدل كلمة غلطة، عشان بس ما تتمسكش ايه. ده بس انا بقول لك مجاملة. طب فين؟ انا بيتحللي كل سنة مجلس إدارة، على العكس غيرك انت خالص، كأهلي. تمام. انا بحاول ابقى محايد، بس الحاجات دي مستفزة، يعني حاجة بتستفزك. تمام. انت من جواك مقتنع ان انا فعلا كنادي زمالك، انت مقتنع ان الزمالك فعلا بيتجامل. ما دي تبقى كارثة. لو انت شايف ان فعلا الزمالك بيتجامل تحكيميا، دي تبقى كارثة. لان المفروض يبقى في منافسة متقاربة. هقول لك هو فشل، لو انت بتتكلم ان هو مثلا فشل من الزمالك، اللي هو بيتجامل وبتاع ومش عارف يكسب بطولة. تمام. هقول لك ماشي، بس على الاقل انا لو اخدت بطولة وانت اخدت قصادها بطولة، ماشي. مش انت مثلا بتبقى في العشر سنين تبقى واخد 7 والتلاتة التانيين متوزعين على الزمالك. يبقى معلش، مين اللي بيتجامل؟ انا مش لازم احط لك لقطات، مش لازم احط لك صور، مش لازم اواجهك بحقيقة مرة. تمام. بس اعقل الكلام، خليك عاقل الكلام اللي انت بتقوله. الاهلي بيطلب حكام اجانب وبتاع، بس بناء على ايه؟ معلش يعني، بناء على ايه؟ يا راجل يا محترم، انت في الدوري شوف كام غلطة. انا بقول لك غلطة، أنا مش بقول لك غلطة تحكيمية حصلت في ماتشات الاهلي. واشمعنى ماتشات الاهلي؟ طب ما الماتشات التانية، ماتشات الدوري كلها التانية، محدش بيسمع عنها حاجة، ولا حد بيطلع يقول ده غلط تحكيمي ولا 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 ولا. سيبك من لقطة بيراميدز دي. تمام. انا عشان يا كابتن، عشان اقنعك انت كمشجع بحاجة انا عايزها توصل لك انت كمشجع، بعمل عكسها. بمعنى، انا لو عايز احط في دماغك فكرة انك انت مشجع مظلوم، هعملها. بمعنى بقى ايه؟ ان انا هاجي في مرة اجامل المنافس في ماتش، في ماتشين، بس مش هأديله البطولة، عشان انت يبقى عندك على الاقل اسناد انك انت ده لا ده ايه ده؟ لا، ده الزمالك بيتجامل. لا، ده الاهلي بيتجامل. لا، ده مش عارف ايه. هنا اللي بيفصل ما بيني وما بينك المنافسة. بمعنى بقى ايه؟ انت عدد بطولاتك قد ايه، وانا عدد بطولاتي قد ايه. بس هل انا كده في منافسة ما بيني وما بينك؟ مفيش منافسة.
انا بقولها لك، مفيش منافسة ما بيني وما بينك في عدد البطولات. فمين اللي بيتجامل؟ شوف انت، كام واحد، مش هقول لك كام واحد زملكاوي، كام واحد اهلاوي كان بيلعب في نادي الاهلي وطلع وقال لا الاهلي بيتجامل، لا الاهلي بيتجامل، ده احنا كنا بتاع مش عارف ايه. يا جماعة عقلوا الكلام بس. هو الكلام بيبقى مستفز بصراحة. وبعدين احترموا عقلية الناس، احترموا عقلية الجمهور بس. مش هنفضل نعيد ونزيد وبتاع وانت بتكسب بالتحكيم وبتاع طول ما هي ماشية بالمنظر دوت وتوجيه. مش محد الدوري ده مش هيطلع له، مش هتقوم له قومة. مش هيبقى فيه دوري، مش هيبقى فيه منافسة. انت لو عايز تطور منظومة الكورة عندك، مشيها بعدل ربنا بس. سيبك من الرعاية وسيبك من الكلام دوت كله. يا راجل يا محترم، ده احنا الدورات الرمضانية عندنا في مصر أمتع وأحلى من الدوري المصري. انت من ساعة ما الدوري اتقلب دوري شركات وانت مش طالع قدام، انت ما طلعتش قدام. من ساعة ما الدوري اتعمل دوري شركات بالمنظر ده، انت احلى وقت كان للدوري، يعني تقريبا احلى فترة كان اخرها اخر فترة دي اللي هي في 2010. تعال شوف من بعد 2010 وانت فين، الدوري بتاعك فين. تعال بص على الدوري الاماراتي، تعال بص على الدوري السعودي. يا راجل عندهم متعة اكتر منك. الدوري العراقي يا راجل، الدوري العراقي احسن من الناس اللي كانت بقى عندها احتلال، كانوا بيلعبوا كورة، عندهم جمهور بيدخل للفرق جمهور. ما انت فين متعة الكورة؟ ما تسألنيش على منتخب مصر، واكبر دليل على كده نهاية منتخب مصر كانت في 2010. مفيش منتخب مصر. اكبر دليل على انك انت ما عندكش متعة في الكورة، ما عندكش كورة اصلا. فين منتخب مصر من كل ده؟ منتخب مصر يعني من 2006 لحد 2010 اتفرج. يعني اقول لك ايه، بص الجمهور كان عامل ازاي. بص اي فرقة من الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا المصري ولا الاتحاد ولا المنصورة، ولا اجيب لك الفرق كلها اللي كانت، اللي ليها قاعدة جماهيرية. اتفرج على المطوشة، اتفرج على المطوشة كان ما بين الاهلي والمحلة، اتفرج على المطوشة اللي ما بين الزمالك والاسماعيلي، اتفرج على الاتحاد والمصري، اتفرج على المطوشة دي الدربيات القديمة، الكلاسيكيات القديمة. اتفرج على المطوشة دي كانت زمان عاملة ازاي، مش دلوقتي. انا غاصب على النادي المصري ان هو ما يلعبش في ملعبه، غاصب على الاسماعيلي ما يلعبش في ملعبه، غاصب على ده ما يلعبش في ملعبه. لا، لصالح مين اصلا؟ لصالح مين الكلام ده؟